لو عندك خشونة في الركبة وأول حاجة جت في دماغك ريح ركبي خالص عشان الغضروف ما يتاكلش أكتر، فأحب أقول لك إن الموضوع مش كده، لأن الراحة أحيانا بتكون مفيدة، بس الراحة التامة ممكن تبقى بداية دوامة، لأن المفصل اللي بيتركن مش بيستريح، المفصل اللي بيتركن بيصدي. أنا دكتور أحمد شميس وجاي أكلمكم كلمتين في العظم. سلام عليكم. دي الحلقة الثانية من سلسلة أساطير الخشونة. في الحلقة اللي فاتت قلنا إن الأشعة مش شهادة وفاة للمفصل. النهاردة هنتكلم عن رد الفعل اللي بيحصل لما المريض يسمع عندك خشونة والغضروف متاكل، فيبدأ يعامل ركبته كأنها إزاز، يخاف يطلع سلم، يخاف يمشي، يخاف يقعد، يخاف يصلي من غير كرسي، ويقول لك أنا بحافظ على الركبة. مش صح. أنت ممكن تدخل الركبة في دايرة غلط، دايرة اسمها ألم، خوف، قلة حركة، ضعف، ألم أكتر. فالموضوع يتحول من راحة مؤقتة لركنة، والمفصل اللي بيتركن بيصدي. الركبة مش بيتحافظ عليها بالركنة، الركبة بيتحافظ عليها بالاستخدام الذكي. ربنا خلق المفصل علشان يتحرك. الغضروف اللي انت خايف عليه محتاج حركة مناسبة، العضلات اللي حوالين الركبة محتاجة حركة، وتوازن جسمك على المفصل محتاج يتدرب بالحركة. لما توقف حركة الوضع يسوء. تخيل باب قديم بيزيق، هل الحل انك تقفله وما تفتحوش سنة؟ غالبا لما ترجع تفتحه هتلاقيه قفش. المفصل نفس الفكرة، لما الحركة تقل جدا العضلات تضعف، التيبس يزيد، الإحساس بعدم الثقة في الركبة يزيد، الوزن ممكن يزيد، والألم كمان يزيد. وساعتها المريض يقول لك شايف، أنا كل ما بتحرك بتوجع. أكيد الخشونة زادت، بس السؤال هنا، الركبة بتوجع عشان الخشونة زادت، ولا عشان الحركة كانت زيادة عليها، ولا عشان ما كنتش بتحركها فبقت مش مستحملة الحركة؟ فرق كبير. ودي من أخطر نقط الخشونة، إن الخوف من الألم ممكن يبقى جزء من المشكلة. مش معنى إنك حسيت بوجع مع الحركة إنك بتدمر المفصل. أحيانا الوجع بيكون سببه إنك محتاج تلين المفصل اللي حصل فيه تيبس، وأحيانا بيكون سببه إن عضلاتك ضعفت من قلة الحركة. بس برضه خلينا ما نقلبهاش للناحية التانية. أنا مش بقول لك اتحرك مهما كان الألم، ولا بقول الراحة غلط دايما، لا. الراحة القصيرة وقت نوبات الألم اللي بتحصل أحيانا مفيدة، تقليل الحمل أحيانا مهم، تعديل النشاط مهم، بس الراحة التامة الطويلة مش علاج. الراحة محطة مش عنوان الرحلة. العربية لو سخنت مرة بنقف على جنب شوية وندور على السبب ونعالجه، لكن مش بنركنها في الجراج باقي العمر. لما الألم يهدى لازم نرجع الحركة تدريجيا، وتدريجيا دي مهمة جدا. أنا مش باقول لك اشترك في الماراثون، ولا مطلوب تطلع 7 أدوار سلم وتقول الدكتور قال اتحرك، لأ يا عم الحاج، أنا قُلت اتحرك بعقل، مش انتقم من الركبة. يعني إيه حركة بعقل؟ يعني حركة بسيطة منتظمة مناسبة لمقدرتك، وتزيد مع الوقت. الألم الخفيف المقبول أثناء الحركة ممكن يحصل، لكن الألم اللي بيزيد جامد أو يخليك تعرج أو يستمر تاني يوم بشكل واضح، ده غالبا معناه ان الحمل كان زياده. ولو حد قال لك عندك خشونه يبقى لازم تريح خالص، قول له اريح وقت اللزوم لكن مركنش. ولو الفيديو ده وصلك في وقت انت فعلا خايف تتحرك فيه بسبب الخشونه، اتمنى تكون استفدت، وبعته لحد عنده نفس الخوف. طيب لو الحركه مهمه، هل معنى كده ان المشي هيعالج الخشونه؟ في ناس فاكره ان المشي هو الحل السحري، وفي ناس تانية فاكره ان المشي هيبوظ الركبه، والحقيقة كالعادة أعقد من كده شوية. لو عايز تعرف الإجابة اكتب لي في الكومنتات المشي والخشونة، ودي ممكن تبقى الحلقة الجاية من السلسلة إن شاء الله. ودعواتي لكم بتمام الصحة والعافية.